ازيكم قناة كيميت. النهاردة انا جايبه لكم حاجة روعة، مش هتصدقوا اصلا ان هي موجودة. من كتر ما احنا بنعاني من مشاكل موجودة معانا، موجودة في الهدوم. فدي هتريحنا خالص خالص خالص، وهترجع لنا الهدوم جديدة كأنها ما فيهاش اي مشاكل. اول حاجة، احنا عندنا مشكلة مع الوبر. دايما في مشكلة مع الوبر. دايما هدومنا بيبقى شكلها وحش قوي 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 مع الوبر. بنستخدم كل حاجة، الفرش اللزق، وبنستخدم الموس، وبنستخدم كل حاجة. بس عمرنا ما جربنا مكنة الوبر دي. مكنة رائعة 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 الجمال. بترجع لك الهدوم جديدة. بتحسي ان انتي ماشية. انا فعلا بتكسف لما ببقى لابسة حاجة فيها وبر، وبقعد احاول اشيل منها، وخصوصا الحاجات الصوف والحاجات دي كلها بيبقى فيها مشاكل دايما 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 مع الوبر. والحاجة الموبرة للأسف بتوبر حاجات تانية ممكن ما تكونش موبرة، وخامتها بتبقى كويسة بس بتوبر، نتيجة ان انتي زي العدوى. هو الوبر عامل زي العدوى بالظبط. بصوا بقى، انا جايالكوا بالمكنة الرائعة الجميلة بدون مجهود بدون تعب. وحاطالكوا اختبار لكل حاجة. مش اي كلام كده، لان انا فعلا من الناس اللي بتعاني من الوبر، وما عنديش استعداد ان حد يفضل يعاني زي ما انا كنت بعاني. فاحنا معانا النهارده المكنه دي. بصوا، هي مكنه بتشتغل بالكهرباء، في منها بوصله، وفي منها فيشه ثابته. انا الصراحه جبت الفيشه الثابته. جبت الناس الفيشه المتحركه، وفي ناس جبت لها الفيشه الثابته. الفيشه المتحركه بتبقى المكنه مشحونه، يعني بيبقى بشحن. المكنه بتفضل مشحونه وبتشتغل مع الشحن. يعني هي، بصوا، دي الفيشه المتحركه، او يعتبر الشاحن يعني. وفي معانا شفرات، هي جواها شفره، ودي شفره احتياطي معانا. وفي معانا فرشه تنظيف للمكنه. دي كلها حاجات اكسسوارز جايه مع المكنه بتاعتنا. المكنه دي شحن، يعني ممكن تاخديها معاكي وانت رايحه اي حته، تشتغل بدون كهرباء. وفي اللي هي موجوده بالكهرباء، لازم تبقي حطاها في فيشه الكهرباء. كل واحد حسب ما بيفضل، بس هي متوفر الاتنين من النوع والمكنه دي. بصوا، بنحطها وبنشحنها وبتشتغل بالزرار اللي موجودة عندنا. اللمبة بتبقى حمراء، وبنبتدي ان احنا نشتغل. بنشيل الغطا، وبعد كده بنبتدي نمررها على الهدوم بتاعتنا. بصوا، بحركة دائرية. تمام. وبتبقى، ما اقدرش اقول لكم، يعني انتوا هتشوفوا النتيجة في الاخر، والنتيجة هتعجبكم النتيجة مرضية. ومعاها ده خزان بيلم فيه الوبر اللي انتوا شفتوه في الاول. هو انا يعني ما اقدرش اقول لكم، هي رجعت البنطلون جديد لنج. يعني رجعته جديد لنج. انا عندي مشاكل جامده جدا جدا قويه مع جوزي بسبب موضوع الوبر. مش تأثير مننا ان احنا ان الوبر ده يبقى موجود، بس ليه طريقة علاج. فاحنا طريقة العلاج مهمة. بصوا، بصوا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. رائعة رائعة. بصوا، يعني هتشوفوا فرق البنطلون اصلا. انا هبقى حاطالكوا الفرق، الرجل من الرجل، يعني انتوا فاهمين. بنطلون رجع جديد، الابيض فيه الاسود فيه رجع ناصع. يعني بقى رجع اسود زاهي. بصوا، يعني بصوا، يعني ما اقدرش اقول لكم، الوبر فعلا فعلا بيموت الهدوم. ده حقيقي. دي المقولة اللي لازم تتقال في حاجة زي كده. بصوا، يا ريت تخلوكم معانا لاخر الفيديو، عشان حقيقي هتخرجوا من الفيديو ده عايزين تشتروا مكنة الوبر دي. بصوا، ده الخزان اللي بيتخزن فيه الوبر. رائعة 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 رائعة. هي دلوقتي دي المكنة المشحونة اللي هي تقدري تاخديها معاكي في شنطتك. لو انتي مسافرين رايحين حتة مفيهاش كهرباء، دي المكنة المشحونة.
البنطلون ما خدش وقت اصلا معايا. يعني لو بصيتوا، هو انا زمن الفيديو انا تقريبا ما قطعتش حاجه خالص. الزمن بالظبط اللي هم 3 دقايق اللي هم بدأت فيهم ان انا فردت البنطلون وابتديت ان انا اشتغل فيه. بصوا يعني البنطلون ما خدش معايا وقت. بصوا بقى الفرق، شايفين؟ بصوا الفرق، بصوا فرق شاسع. بنطلون جديد لمج. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله باذن الله تدعموني بلايك وشير قناه كيميت.